ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده جبنا لكم سلايم من سلايمات الفالنتاين بتاعت السنه اللي فاتت، وهنعمل فيه تجارب كتيره قوي. هنحط عليه ورق ذهب كتير، وهنحط عليه لعب، وهنحط عليه جليتر كتير قوي. شوفوا بقيه الفيديو، لو عجبكم متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. عايزه اقولكم ان دي اول مره اجرب ورق الذهب مع السلايم، فهشوف بقى هيطلع حلو ولا لا. كمان هنحط جليتر، هو اصلا سلايم بجليتر احمر، فهنحط جليتر اكتر بكتير، وهنحط قلوب. وادي اول علبة ورق دهب هنحطها على السلايم. بصراحة كان حلو قوي 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 بصراحة، يعني هو كان بيخلي السلايم كأنه كرانشي، يعني مجرد ما بحط صوابعي كده عليه بيبقى كأنه كرانشي، فكان عاجبني قوي بصراحة جدا بجد. عايزه اقول لكم كمان ان احنا سالناكم على الانستجرام على ستوري ايه الحاجات اللي تحبوا نغيرها في الفيديوهات بتاعتنا. كان في بنات كتير بتقول لنا الفيديوهات بتاعتنا حلوه قوي، وميرسي ليهم جدا جدا جدا. كان في بنات قالوا لنا على كذا ملحوظه، فهقول لكم عليها وهنغيرها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. وهي صوت الباك جراوند، صوت العربيات والحاجات دي هنغيرها باذن الله، يعني هنحاول نصور في مكان تاني، والباك جراوند اللي بنصور عليها هيبقى شكلها احلى بكتير ان شاء الله. رحت وجبت ورق دهب تاني لانه بصراحة ملمسه حلو قوي، فرحت جبته وحطيت تاني، وبصراحة هو ملمسه تحفة تحفة. قولولنا ايه رأيكم، السلايم احلى قبل ما نحط له ورق الدهب ولا بعد ما حطينا له ورق الدهب؟ دلوقتي هنحط اللعب دي، شكلها حلو قوي، فهنشوف هتخلي السلايم كرانشي ولا لا. ودلوقتي هنحط بقى الجليتر الاحمر، ونشوف بقى هيخلي السلايم ملمسه عامل ازاي.
رحت وجبت علبة كمان من ورق الذهب وهغرق بيها السلايم لانه بصراحة ملمسه حلو قوي، فممكن عشان انا اول مرة اجربه فعجبني، فمش عارفة انتوا بقى لو جربتوه كان ايه رأيكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والسبسكرايب، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون احسن بكتير. وبس كده، ولو عندكم اي افكار نعملها في السلايم ابعتوها لنا في الكومنتات او على الفيسبوك او على الانستجرام. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.